ازيكم عاملين ايه؟ انا دايما بيجي لي سؤال، هتشيل قد ايه من المعده؟ وناس تقول لا انا عاوز اشيل اقل شويه، وناس تقول عاوز انا اشيل اكتر شويه. هو مفيش حاجه اسمها اشيل قد ايه من المعده، هو في مقاس بنقيس عليه الجزء اللي فاضل من المعده. وعاده بيبقى بنشيل من المعده 80%، لكن احنا ما بنقيس اللي بنشيله، احنا بنقيس اللي بنخليه من المعده. فالسؤال ده ملوش معنى خالص. هو اهم حاجه في التكميم هي قصة المعدة. المشكلة ان الناس بتعمل تكميم تبقى مش عارفة تاكل، مش عارفة تشرب، بتعاني، وده مش صح. المفروض التكميم بنعمله عشان ناكل كويس ونشرب كويس ونخس، نعيش حياة افضل. المقصود من العمليات دي ان احنا نعيش حياة افضل. فاللي بيعمل تكميم ويلاقي نفسه مش عارف ياكل ومش عارف يشرب وبيعاني، يبقى العملية مش معمولة صح، ويبقى فيه مشكلة في التكميم نفسه. فمحدش يسأل بعد كده هنشيل قد ايه ونخلي قد ايه. هو المهم قصة المعدة، تفصيلة المعدة الجديدة تبقى مظبوطة. عندنا حالة إعادة، هبقى أوريكم الأشعات بتاعتها، عاملة تكميم قبل كده. مشكلتها إن المعدة فيها التواءات، فالالتواءات اللي في المعدة دي مخليها مش عارفة تاكل ومش عارفة تشرب كويس، وبالتالي لجأت لأنها تاخد سكريات أسهل في البلع وأسهل في الشرب، وبالتالي رجعت لوزنها القديم تاني. فمحتاجين نعيد لها العملية، نفصل لها عملية جديدة عشان المشكلة اللي كانت موجودة في التكميم.